اكتر اكلة الكل بيعشقها هو محشي ورق العنب. تعالوا النهاردة هنعمل ورق العنب بكل اسراره، وهقولك ازاي تلفيه ومفيش واحدة بس تفتح معاكي ويطلع معاكي كده كله مظبوط. وهنعمله كمان في الصينية، مش هنعمله في الحلة، علشان يدينا شكل في الاخر اللي انتوا شايفينه ده. وكمان ما ينزلش مية معاكي، واقولك على التسوية المظبوطة الصح ليه هي ازاي، وهيبقى معاكي تحفة ومستوي من جوه ويشرف كده على سفرتك قدام ضيوفك. وهنقدمه بشكل شيك قوي زي ما حضرتك شايفاه كده. وهنقدم كمان معاه بانيه مشوي. لو لسه اول مرة بتشوفيني، اهلا بيكي معايا النهاردة في قناة وصفات مني. نسمي الله ونبدأ وصفتنا على طول. انا النهاردة هشتغل على 1.5 كيلو رز. لو انت عايزة تضاعفي الكمية او تقللي الكمية على حسب اللي انت عايزاه. هغسله كويس جدا وصفيه من المية، وهقطع كده خضرة عليه. الخضرة عبارة عن شبت، بقدونس، كزبرة خضرة. كل ده هفرمه كويس جدا كده بالسكينة فرم ناعم، وبعدين هنزله على الرز. وكمان هستخدم طماطم وفلفل وكمان بصل، وهضرب كل دول مع بعض في الكبة لحد ما يبقى خليط ناعم كده بالشكل ده. وكده الخلطة بتاعتي جاهزة معايا، ودي أسرع خلطة محشي ممكن تعمليها في حياتك وطعمها يجنن. هنزل بقى عليها كده ب3 معالق زيت. المعلقة المعيارية اللي أنا بعاير بيها دي يعني أقل من المغرفة بشوية. يعني هحاول أحط الملح بقى على قد ان هو ما يبقاش مملح قوي. يعني شوفي الملح المظبوط بتاعك ايه، يكون ازيد حاجة بسيطة علشان لما اجي اسويه يكون مظبوط معايا. وهنزل كمان بفلفل اسمر، وكمان كزبرة ناشفة، وكمون. دول اساسي. وهزود عليهم من عندي بقى نعناع ناشف، هفركه كده بايدي وهنزله كده على الخلطة بتاعتي. هتديله طعم وريحة في حتة تانية خالص. لو حابة بقى تزودي اي اضافات بهارات من عندك، انا هنا حطيت كركم وحطيت جنزبيل وكمان توم بودر وبصل بودر، واي بهارات تانية عايزة تضيفيها ضيفيها. وكمان انا حطيت حاجة هتبين طعم جدا وتخليه تحفة حتى لو انتي ما عندكيش شوربة. حطيت حبهان بودر وكمان بابريكا. كده التوابل دي معايا حلوة جدا. لو انت عايزة تزودي او تقللي، بس الاساسي انا قلتلك هما ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة ناشفة. هقلب كل دول كده مع بعض. لو عايزة تزودي كمان معلقتين صلصة هيبقى هايل. كده الخلطة جاهزة معايا. هسيبها شوية في التتبيلة دي حوالي ساعة كده عشان كلها تشرب من بعض. وهجيب بقى ورق العنب وهنقعه كده في مية واغسله كويس جدا. وخلي بالي لان بيبقى فيه تراب واحنا مش شايفينه. هفضل كده انزله في المية واطلعه لحد ما ينزل كل التراب اللي فيه، واغير المية كل شوية. هيبقى جاهز معايا بالشكل ده لحد ما المية تنضف تماما. حلة على النار فيها حبة مية ومعلقة ملح صغيرة، وهنزل كده. المهم ان هي تغلي معايا كويس، وهنزل كده بكمية ورق العنب واحدة واحدة، وانزلهم كده في المية بالشكل دوت. وبعدين اقلبهم على الناحية التانية. يفضل حبة بحبة صغيرين علشان ياخد تسوية كويس جدا. اللي في النص يستوى لحد ما لون الورق العنب يتغير معايا. هو كده هيبقى استوى تماما، هيوصل معايا للدرجة دي. اول ما يوصل معايا للون ده هطلعه على طول من المية، ما سيبوش اكتر من كده. ورقة العنب اللي انا مستخدماها النهاردة هي ورقة ماسكة نفسها، فهي ما تخافيش مش هتتهرى معاكي خالص. واخلص بقى كل كمية اللي عندي بالشكل ده. واستنيني بقى في فيديو جديد هقولك على تفريز ورق العنب يقعد معاكي من سنة للسنة، ممكن سنتين كمان من غير ما لونه يتغير معاكي، وتطلعيه طازة زي ما هو، وهيبقى فريش. وهتعملي كمان كمية كبيرة جدا في ثواني. كده بقى كله بقى جاهز معايا. تعالي بقى اقولك ازاي تلفيه علشان يطلع معاكي محكم كده ومفيش واحدة تفك معاكي. انا معايا دلوقتي الورقية اللي انا هستخدمها فيها وش خشن ووش تاني ناعم. انا هشتغل على الوش الخشن. هحط فيها كده حبة رز، هفردها كده بالشكل ده اهو. وبعدين هطبق كده من الجنب ومن الجنب التاني. وبعدين اخد الورقة والفها كده، واول ما يقابلني جنب مفتوح هروح مدخلاه في الورقة بالشكل ده والف اهو. سهلة جدا مفيش اي حاجة. صبع ورق العنب طالع معايا مظبوط جدا، مش مكتوم ولا مهوي كده، مظبوط خالص. تعالوا نعمل واحدة كمان اهو. هحط على الجنب الخشن والجنب الناعم هو اللي من تحت، واحط حبة رز مش كتير
هحطهم كده في النص واخد الورقة واقفل كده من قدام ومن الجنب ده ومن الجنب ده، واول ما يقابلني جنب طالع اروح مدخلاه لجوه اهو بالشكل ده، والفها كده بالراحة. طلع معايا اهو مظبوط جدا ومقفول من الجنبين وتحفة، مفيش اسهل من كده. هكمل الكمية بتاعتي بقى كده بالشكل ده. لو انت عايزة بقى تعملي اسرع، هفرد كده الورق على صينية او حاجة كبيرة او طبق كبير، وبعدين احط كده بعد ما افرده هحط كده الرز عليه على كذا واحدة والف كده على طول. مش هياخد معاكي وقت خالص، ولا تقولي لي بقى مكنة ولا تقولي اي آلة تلفي بيها، مفيش احسن من ايديكي ان انتي تلفي بيه. هيطلع معاكي مظبوط جدا ومحكم ومش هيفك ابدا معاكي، مفيش اسهل من كده. لو انا قابلتني بقى واحدة كبيرة هقسمها كده على 2 او على 3 على حسب مقاس المحشي اللي انتي عايزاه اهو، وهلفه برضو بنفس الطريقة، هيطلع برضو نفس المقاس ومفيش اسهل من كده. انتي بقى وسطاني ايدك علشان الكل يطلع مقاس واحد ويطلع كده شكله حلو في الاخر. اللي ياكل كده المحشية يحس ان هو بياكل يعني كل مقاس واحد بيدي شكل حلو جدا في الاخر. ما تطلعش بقى واحدة كبيرة واحدة صغيرة، واحدة فيها رز كبير وواحدة ما فيهاش رز خالص، تطلع كده مهوية من جوه. لا، كله مظبوط ومحكم كويس جدا. هقلب كده واقلب من الجنب التاني اهو من قريب علشان اللي ما خدش باله، وهلف كده. بصوا ان انا ابقى حكماها ان انا الف كويس جدا. وكمية الرز اللي انا بحطها جوه ورقة العنب هو اللي بيحدد لي شكل ورق العنب من بره، ان هو يبقى كبير او صغير او مظبوط. فانتي بقى تحكمي في كمية الرز علشان توسطني كده وما يبقاش شكله وحش في الاخر ويطلع معاكي مظبوط وشكله شيك كده زي ما شفتيه في الاول. هقسم كده، لو الورقة كبيرة اقسمها على 2 او 3 وهعمله على ايدي اهوت بكل سهولة. برضو زي ما انا ممكن افرده على طبق برضو هقدر اتحكم فيه، وانا بتحكم فيه هنا بايدي اكتر. بصوا اي حاجة تقابلني افردها كده على جوه والف. طالعه معايا مظبوط جدا، ودي بقى اسهل طريقه واحسن طريقه ان ممكن تلفي بيها محشي ورق العنب. انا بقول كده علشان لسه الناس اللي ما تعرفش ولحد دلوقتي مش بتعرف تتحكم فيه ويفك منها، هعلمهولك النهارده اهو بكل سهوله. بعد الفيديو ده تبقي استاذه فيه ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكي. بس كده انا خلصت بقى الكميه اللي عندي. هبدا بقى ان انا اجيب صينيه واقول لك بقى التسويه الصح علشان لما تيجي تقلبيه ما يبقاش فيه ميه. ما احنا مش بنعمل شوربه ورق عنب، لا احنا بنعمل ورق عنب، يعني ورق العنب يبقى مظبوط ما يبقاش فيه شوربه وفي نفس الوقت ما يبقاش مكتوم معانا. هقول لك على التسويه المظبوطه. هجيب كده الصينيه وادهنها سمنه، ودي خطوه مهمه جدا علشان خاطر لما اجي اقلبه يتقلب معايا بكل سهوله. وهفرش تحت في الصينيه بصل شرايح وطماطم وكمان فلفل، وعلى حسب اي خضار بقى انت عايزه ترصيه تحت اعمليه، لازم بس علشان خاطر يديله نكهه. وهنزل كمان بالعيدان بتاعه ورق العنب تحت كده، وهرص الورق العنب زي ما انا رصيته كده بالشكل دوت، واحاول ان انا مزنقهوش في بعض علشان ياخد راحته في التسويه. وما تخافيش مش هيفك معاكي ولا هيعمل اي حاجه. وزي ما رصيت خضار تحت هرص خضار فوق، وكمان العيدان بتاعه ورق العنب بالشكل دوت. وهجيب ليمون بقى، طبعا الورق العنب اساسي لازم كده ليمون، هنزل بشرايح عليه. وهجيب بقى الشوربه بتاعتي، او لو ما عندكيش شوربه هجيب ميه عليها مرقه فوريه وكمان ملح وكمون، وهتبلها كده كويس جدا واسيبها تسخن كويس جدا على النار. ومعلقه صلصه لو حابه، لو مش حابه عادي جدا، كده كده المحشي فيه صلصه من جوه. هحط بقى الميه قد ايه، خدي بالك جدا من الخطوه دي. شايفه اخر واحده فوق ما ينفعش الميه تعديها، خلي الميه كده عند نص اخر واحده فوق كده مظبوطه جدا. وعلشان بقى كمان ما يفكش معايا هنزل كده بطبق في النص، كمان طبق كمان فوقيه علشان يحكم لي من الجناب ان لما يجي يغلي على النار ما يفكش معايا. هحطه على النار لحد ما يتشرب معايا تنشف الميه اللي فيه، هنقله على نار هاديه. وبعدين هحط معلقه سمنه من فوق بعد ما يستوى واغطي عليه، هتديله ريحه حلوه جدا وجامده. ومفيش بعد كده. كده استوى معايا، هسيبه كده على النار بعد ما يتشرب يعني يدوب 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير قوي، علشان ما يتلسعش منك من تحت ولا يلزق منك، وهيطلع معايا كده. بصوا
الصينية معايا مظبوطة وما فيهاش واحدة لازقة ولا واحدة محروقة ولا ملسوعة، وكمان طلع جوسي معايا، وكمان مش منزل مية، مش شوربة، لا هو مظبوط، مقداره للتسوية مظبوط جدا. امشي بس على التسوية اللي انا قلتلك عليها دي، ومقدار المية اللي انت هتحطيها عليه او الشوربة، هيطلع معاكي مظبوط جدا، ومش هتندمي ابدا ان انت عملتيه، وكل مرة هينجح معاكي. وهقدم معاه بقى بانيه مشوي. لو انت عايزة طريقة البانيه المشوي قوليلي في التعليقات اقدمها لك وانزلها لك على القناة. بس كده، دي كانت وصفتي النهاردة، اتمنى ان هي تعجبكم. ما تنسنيش بقى في اللايك وفي الاشتراك، وتقوليلي بقى انت عملتي الوصفة دي ازاي ونجحت معاكي ولا لا. بس انا متأكدة مليون في المية ان هي هتنجح معاكي، وربنا يحسن ما بين ايديكي، وبألف هنا عليكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.